ارتحت وانا بتفرج على المنتج ان انا هبقى مطمن على ابني وبنتي وهم نايمين عليه ان مفيش اي مشكله. بص انا هقول لك حاجه باختصار عشان تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. انا بالفعل اشتريت منتج من مكان تاني واسم وماركه محترمه ومشهوره في السوق. انا رجعته وعملت مشكله مع المعرض لان انا ما حسيتش ان فيه لا الجوده ولا المتانه، والحاجه جات لي مش مظبوطه زي ما انا كنت طالبها. وعملت مشكله فعلا ورجعت المنتج ده. والمدام عندي قالت لي ان في مصنع اسمه لهفه في شبرا الخيمه، تعالى نروح نبص نتفرج على الحاجه. واتكلمت معاهم وحسيت ان هم ناس محترمه وكويسه وجديين. فعلا انا لما جيت انا حسيت بفرق جوده مش طبيعي ما بين المنتج اللي انا جايبه من الاسم الكبير في مدينه نصر، عشان برضه نبقى واضحين. وهقول لك حاجه، ابسط حاجه مثال على الموضوع، ان انا السرير الدور اللي فوق هناك كان على مسمار واحد بس ورفيع، اتقطم وقت التركيب. فيعني اما هو في وقت التركيب بيتقطم، ما بالك بقى لما حد يقعد على السرير اللي فوق؟ فموضوع خطر اصلا في سرير بدورين. هنا لا، انا لقيت فيه على مسمارين تخان كبار بحته قايم عريض. ارتحت وانا بتفرج على المنتج ان انا هبقى مطمن على ابني وبنتي وهم نايمين عليه ان مفيش اي مشكله. فلا بصراحه مقابله محترمه جدا، ناس ذوق واخلاق وبيضمنوا الحاجه مدى الحياه بطريقه جيده جدا. كفايه استقبالهم لينا. شكرا جدا يا استاذ محمد، العفو على شرفتنا. ايه، شرف ليا. وان شاء الله يبقى في تعاملات تانية كتير. ده مش اخر حاجه هتعامل فيها مع مصنع لهفه من الجوده اللي الحمد لله انا لقيتها، وربنا يبارك لهم ان شاء الله.